بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة البطل الروماني. في قلب الإنسان أفكار كثيرة، لكن مشورة الرب هي تثبت. سفر الأمثال عدد 21-19. رسالة النهاردة من الشفيع القوي، شفيع الضيقات والأمور المستحيلة، القديس باجوش. جاي النهاردة بيطمنك برسالة حلوة، وبيقولك ما تحسبهاش، ما تتعبش نفسك في التفكير والتدوير، بس انت اعمل اللي عليك وسيبها عليه. سيب قلبك وفرحتك في ايد ربك، وهو هينجح كل طرقك. ما تخافش، كل طريق هتمشي فيه هينجحك فيه، وهيحول كمان كل شر وخطر يقابلك فيه لصالحك. بس انت روح له واترمى في حضنه، وسيب لخبطتك عنده. سيب خوفك، سيب قلقك، سيب حزنك، سيب كل الحاجات اللي مضايقاك واللي مش عارف تحدد ولا تختار فيها. سيبها كلها عند ربك. سيب كل أمورك وحياتك على اللي عمره ما سابك، على إلهك الحي ضابط الكل، وهو هيقوم بالواجب وزيادة. هيرشدك، هيبعتلك الصالح والخير دايما، هيعرفك تعمل ايه. ما تخافش، مش هيسيبك أبدا. هيتصرف وهيتدخل وهيدبر كل أمورك مهما كانت دنيتك. هيتدخل. اوعى تخاف من شيء مهما كان، حتى الضيقة اللي انت واقع فيها صعبة وملهاش حل، عندك هيتدخل. ربك حميك ومعاك على طول، وطول الأيام مسيج عليك بنفسه، محوط عليك بحمايته، ده ساكن فيك. اوعى تخاف، هينجيك، هينقذك، مش هيسمح حتى بأي سوء يقرب منك. ما انت ابن الله العالي جدا، القدير جدا، اللي موجود دايما معاك وفي حياتك، واللي هيحول كل الأمور لخيرك. يبقى ازاي تخاف وتشيل الهم وتفكر؟ طمن نفسك، طمن قلبك، وما تخافش من شيء. حتى لو كل الأمور ما عندك والظروف ملخبطة على الآخر، مش هيسيبك، لأن مشورة الرب هي تثبت. الأمر أمره والكلمة كلمته. هو وحده اللي ليه السلطان على كل الكون وعلى كل الأمور وعلى كل القلوب. يبقى تخاف ليه؟ ما تخافش. محدش حتى يقدر يمنع خير ربك بعته ليك، ولا حد يقدر يقفل باب إلهك فتحهولك. ده لما ربنا بيكون عايز يبعتلك حاجة، مفيش قوة على الأرض تقدر تمنعها. اطمن وما تخافش أبدا، لأن مهما كانت قوة عدو الخير وكل أعوانه، ربنا فوقه وفوق الكل. اطمن وتقوى، ده انت ليك إله عظيم وقدير جدا. اوعى تشيل الهم، اوعى تقلق، لأن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا. ريح نفسك من التفكير وسيبها على إلهك القدير، وقول له من قلبك اتصرف انت يا ربي. قول له ريحني، كلمه، احكي له على كل حاجة. قول له ربي وإلهي، انت عارف كل حاجة، انت عارف الصالح ليا. دبرني بتدابيرك ولا تحوجني لغيرك. ما تسيبنيش، ما تسيبنيش لمشورة نفسي، ما تسيبنيش أجري ورا ميولي علشان ما تورطش. لا تتركني ربي لوحدي. احفظني من الزلل والسكوت، ده أنا اتكلت عليك وحدك. أعني واديني نعمة وارشدني، وتأكد إن أبوك الحنين ضابط الكل مش هيسيبك.
هيرشدك، هيعينك، هينجيك، هينقذك، هيرسيك على الصح، هيوصلك لبر الأمان في قلب حتى كل الأفكار الكتير اللي عمالة تودي وتجيب فيك ومش عارف توقف نفسك حتى عن التفكير فيها. هيدبر كل شيء، ما تخافش، ده تدابير ربنا دايما بتكون الأجمل والأحلى. ده مفيش أجمل من الخطة اللي رسمها لك. ما تخافش، مش هيسيبك أبدا كده، هيطمنك، هيريح قلبك ونفسيتك، هيديلك السلام وسط الكراكيب الكتير اللي جوه عقلك. مش هيسيبك أكيد، هيفرحك وينجيك، هيطمن قلبك جدا، هيغرقك بمحبته ورحمته وخيره الكتير. ده مفيش أقوى من إيد ربنا، بس انت سيبله دفة حياتك وهو هيقودها دايما للصالح وللخير. ومش بس كده، ده كمان هيغلب كل شيء يقف ضدك. اتكل على أبوك السماوي وامسك فيه، صدقه، اطلب مشيئته، ثق فيه، صدق في الواقع اللي هو شايلهولك وشايفهولك، الواقع اللي هو محضره ليك، اللي مليان فرح وهدوء. صدق، آمن إن أبوك السماوي بيحبك جدا، وعلشانك هينقلك لواقع تاني، علشانك هيعمل المستحيل، علشان محبتك الكبيرة اللي في قلبه وغلاوتك اللي مفيش زيها رغم كآبة أي واقع انت عايش فيه. هينقلك لدنيا تانية خالص والواقع تاني. صدق، آمن في الخير اللي إلهك يقدر يعمله علشانك. آمين. ربنا يفرح قلوبكم ويعطيكم سؤالكم ويملى حياتكم بالبركة والخير والنجاح بشفاعة أم إله القدرة الأم الحنونة، وبشفاعة حبايبها الكتار من الشهداء ومن القديسين وكل جيوش السمائيين، وبشفاعة القديس القوي جدا باجوش شفيع الأمور المستحيلة والصعبة، وبشفاعة ماري جرجس الجدع قوي اللي مش بيتأخر أبدا عن أي حد يطلبه وينده عليه ويستنجد بيه ويقول يا ماري جرجس. قناة البطل الروماني.